زوار موقع المنبر الرياضي، اهلا بكم. في هذه اللحظه نستقبل المدرب الجديد لفريق امل تيزنيت السيد علي دوفقير. علي دوفقير، اذا مرحبا بك على موقع المنبر الرياضي. بمناسبه التعاقد هذا بغيناك تعطينا كلمه بهذه المناسبه، وكذلك كيفاش كتشوف الاجواء الحاليه ديال الفريق والطموحات ديالكم مع فريق امل تيزنيت. مرحبا بالكليان ديال المنبر الرياضي، واللي غنقول انه تعاقدت مع الفريق وعندنا بعض سميتو الاهداف اللي هي اهداف انه نعطيو بعد المساله انه نفسيا نرجعوا ثقه ولا سميتو الولاد المدينه، وفيها انه نتكلاصاو لي 3 بريمير ونحاولوا انه ندوزو من هذه المرحله اللي هي المرحله صعيبه شويه، وقادين ندوزوها بفضل سميتو بفضل المكونات ديال الفريق اللي هما الجمهور، المكتب، الاطار التقني اللي كيتكون من علي بطاحي كمدرب الحراس، وكمساعد ديالي اللي هو احمد بوكساس، وانا كمدرب سكون ابيل لو كوتش برانسيبال. والقضيه اللي كاينه انه كما قلت لكم وهو انه تكوين الفريق ديال المستقبل، ونحاولوا نتكلاصاو لي 3 و 4 بريمير في سميتو في الشامبيون. هذا هو اللي تعاقدنا عليه انا والمكتب. سي علي، الجمهور ديال مدينه تيزنيت كيحمل ذكريات جميله مع علي دوفقير، خصوصا انه تمكن من تحقيق حلم الصعود لفريق امل تيزنيت للقسم الاولويات. يعني واش كتشوف انه حلم الصعود ممكن انه يتحقق مره اخرى مع علي دوفقير، ان لم يكن في هذه السنه ممكن في السنوات القادمه؟ وهذا هو الطموح ديالنا، انه نعطيو نمشيو نديو للفريق لواحد سميتو المرتبه اللي كيستحقها، وما غينوعدش الجمهور بالصعود، وانما حنا دابا في طور بناء فريق سكون ابيل لا ستركتوراسيون ديال لو كلوب، ونحاولوا انه ديك الرغبه ديال اللي هي الرغبه ديال الجمهور اللي كيغير على الفرقه ديالو انه نلبيوها. الا ما كانتش هذا العام نتمنى تكون هذا العام، تكون في السنه المقبله ان شاء الله. هذا هو اللي غنقول للجمهور، وما يمكنش نكذب عليه ونقول له انه راه قادين نطلعوا هذا العام. هذه ما غنقولهاش وما غنعطيش هذا الوعد. وعرفتوا كرة القدم انه كرة القدم راه فيها اللاعب راه ماشي ما كنعتبروهش لاعب بوحدو، كنعتبروه انسان. وكرة القدم ماشي نشاط رياضي، نشاط انساني كيتدخل الجانب التقني، الجانب التكتيكي، الجانب البدني والجانب النفسي كنساوه وكيتنسى في الرياضه عامه. وهذا من هذا انطلاقا من هذا المساله اللي قلت لكم انه سي اون اكتيفيتي هيومان ماشي اكتيفيتي سبورتيف. عندي قناعه انه نكونوا واحد الفريق اللي غيحمر وجه ديال مدينه تيزنيت وديال الناس اللي كيغيروا على الفريق في جميع انحاء، ماشي غنقول المغرب، العالم كله. لان دابا راه عرفتوا الانترنت راه كدوز اسميتو، وجاو اسميتو جاوني طلبات على برا ديال الرقعه ديال البلاد ديالنا انه كيطلبوا الصعود، ولكن ما يمكنش نكذب على ولاد بلادي ونقول لهم داكشي اللي باقي ما استعديناش ليه، وباقي ما كوناش الفريق اللي اسميتو. ولكن من هنا للروتور غيبان ليا انه يمكن نعطي هذا الوعد في الروتور، ودابا ما يمكنش نعطي الوعد ديال الصعود. شكرا.